أمير البنائين عبد الرحمن كتخدة معماري شهير ومتميز في العصور الإسلامية، أنشأ هذا السبيل سبيل عبد الرحمن كتخدة، والذي يجمع ما بين طرازين، الطراز المملوكي والعثماني. هذا السبيل هو سبيل متكامل به كتاب وسبيل. هنعرف قصة سبيل كتخدة في حكايتنا النهاردة، آثار وحكايات، فتابعوا. شارع المعز خاصة في شهر رمضان الكريم، روحانيات الشارع بالتأكيد بتجتذب الكثير من الزوار. هنتكلم عن هذا السبيل كتاب وسبيل عبد الرحمن كتخدة، أهميته الأثرية وآثار وحكايات. هنتعرف على أهم الحكايات من خلال لقائنا مع أستاذ محمد بدوي ومفتش آثار بوزارة السياحة والآثار. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيكم. يعني عايزين نتكلم عن سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة، اكيد وراه قصص كتير وحكايات كتير، لكن عايزين نتكلم عن الموقع اللي احنا واقفين فيه الاول. طبعا سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة من اجمل الازبله والكتاتيب اللي انت هتشوفيها بشكل خاص في العصر العثماني او في مصر بشكل عام. طبعا بيقع سبيل عبد الرحمن كتخدة في موقع متميز جدا، قدر الداهيه المعماري هو صاحب السبيل عبد الرحمن كتخدة ان هو يختار موقع في نص الشارع المعز، اكبر شارع الاثار الاسلاميه في العالم، وعند منتصف شارعين مهمين جدا. شارع المعز عند التقائه مع حارة هي الأهم شريان تجاري في ظاهرة المعز في الوقت ده، ألا وهي حارة التنبكشية، وعشان كده بيقع بثلاث شبابيك التسبيل الخاصة بيه في موقع منتصف جدا مع شارع المعز والتنبكشية، وكمان على مشارف حارة درب كرمز الشهيرة، أحد موالد أشهر رواد مصر في مجال الأدب نجيب محفوظ طبعا اللي احنا نعرفه. طبعا يعتبر في منتصف طبعا في منتصف شارع المعز. شارع المعز طبعا متميز جدا جدا جدا، اكبر شارع اثار اسلاميه في موجود، واحنا اللي احنا واقفين على ارضه دلوقتي. الارض اللي احنا واقفين عليها دي عمرها اكثر من 1080 سنه، تاريخها طبعا اكبر من تاريخ الدول على الخريطه حاليا. والسبيل طبعا تم بناؤه سنه 1157 هجريا، 1744 ميلاديا، وفي تاريخ طبعا بدايه الدوله العثمانيه في مصر، وصاحبها طبعا معروف في كتب التاريخ والاثار بالداهيه المعماري. لو هنتكلم كمان عن السبيل بيتكون من ايه، يعني هو طابقين، الزخارف اللي عليه، شكله وكمان استعماله في ذلك الوقت والان. طبعا سبيل وكتاب اي سبيل هنجد ان هو بيتكون من قسمين. القسم تحت اللي هو بنسميه السهريج، وده هو مخزن الميه، وهنتكلم ازاي احنا بنملاه ميه والوظيفه بتاعته. والحجره اللي في ظهري ودي اسمها حجره التسبيل. ودايما بنجد حاجه مهمه جدا واشاره فلسفيه في العماره الاسلاميه، ان كل سبيل بيعلوه كتاب، وعشان كده احنا بنقول سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة. اما لو اتكلمنا عن اول حاجه تحت الارض هنا في صهريج ميه، وده كان طبعا السقايين، طبعا بنسمع عن السقا، وده كان يعتبر صديق الاسره في الوقت ده، وده الشخص الوحيد اللي كان سهل جدا يخش على الاسره في اي وقت. كان مجموعه من السقايين قد يكون عددهم اكتر من 20 او 25 او 30 سقا على حسب مساحه الصهريج، بيروحوا لنهر النيل. السقا وظيفه مهمه جدا، كان بياخد ليبل باسمه، بياخد رخصه بالشغل بتاعه، وكان دايما بيخضع للاول لبعض الشروط، وزي الشهاده الصحيه دلوقتي بالظبط كده. لازم يكون خالي من العاهات والامراض، لازم يكون امين. امانته هنا بتتطلب ان هو يجيب الميه من نص النيل وليس من الاطراف، طبعا ممكن يبقى فيها شوائب وبعض الفضلات، ففي نص النيل الميه بتبقى جاريه، والماء الجاري طبعا بيبقى ماء طاهر. بيبدا يخش بالقارب بتاعه في وسط النيل، مش سقه واحد، اكتر من 25 سقه، وعن طريق المركب بتاعه بيملى بعض السكس او بعض الحاجات اللي هم القرب. القرب دي بتبقى مصنوعه طبعا من جلد الماعز او جلد البقر، وبيبدا يملى الميه دي. وبعد كده بيجي طبعا عشان يفضيها عن طريق فتحه في السهريج من الخارج، ويبدا يفضي لغايه ما السهريج اللي تحت يتملي ميه، وكده دي اشاره بدء ان انا ابدا بقى اشتغل. البدايه الثانيه بقى ان جوه السهريج زي ما نخش ونشوف دلوقتي جوه هنلاقي في فتحه ميه بتوصلني بالمخزن تحت او السهريج. وبيجي بقى شخصيه ثانيه ووظيفه ثانيه مهمه جدا، الا وهو الميزان ميلاتي، وهو الشخص اللي
المنوط بيه ان هو بيسحب الميه من تحت عن طريق حبل وجردل ويحطها في حوض داخلي، والحوض ده عن طريق مجارير متبطنه زي مواسير دلوقتي متبطنه في الارض توصل للشبابيك الميه. الشبابيك ديت في احواض تسبيل الميه عشان يجي الشخص المزملاتي عن طريق الفتحات اللي تحت دي قديما قبل وجود الازاز اللي احنا شايفينه عشان يديكي كوبايه واثنين او ثلاثه عشان تشرب. فكره الراحه النفسيه مهمه جدا اللي جاي يشرب، ان هو بيطلع المصطبه دي وبياخد كوبايه الميه وبعد كده يريح، وبعد كده طبعا بيتحرك. كل ده كان مجانا، كان الازبله، وعشان كده كان بيسميه سبيل، اللي هو دايما بيعملوا في سبيل الله واخذ الثواب طبعا والاجر. طبعا لو هنتكلم عن الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه والاخشيديه والطولونيه، يعني الدول الاسلاميه بمختلف الطرز المعماريه فيه، هل الاسبله بتختلف من وقت لوقت؟ طبعا الاسبله بتختلف. ايه هو الاختلاف؟ من وقت لوقت من حيث التصميم المعماري، وبتختلف كمان من بيئه لبيئه. طبعا العالم الاسلامي كان واسع المجال، كان متشعب جدا، كان من الصين شرقا حتى الاندلس غربا، اكتشف حضارات مختلفه، وبالتالي كان في تنوع في اظهار الطرز عند فنانين المسلمين. في شارع المعز نجد ان هو بيبدا يحصل على اكبر قدر ممكن من الاشكال المعماريه. نجد اللي ورانا ده اسمه الطراز المحلي المملوكي، شباك التسبيل بيبقى شكل مسطح. على بعد امتار قليله هنجد سبيل من اجمل اسبيل شارع المعز، الا وهو سبيل وكتاب محمد علي باشا، وده السبيل التركي بقى اللي هو بياخد الشكل المقعر او الشكل المحدب، والنحت على الرخام بيبقى من اجود انواع الرخام. فنجد في مصر طبعا حوالي 3-4 طرز للأزبلة والكتاتيب من حيث الناحية المعمارية، ولكن رغم ان عبد الرحمن كتخودة جه في العصر العثماني الا ان هو فضل الهوية المصرية في بناء الأزبلة في الوقت ده، والطراز المحلي المملوكي اللي هو بيعد من اجمل الأزبلة اللي ممكن تشوفيها في العصر المملوكي خاصة يعني. كل اثر وليه حكايه، وطبعا احنا في شهر رمضان الكريم بتحلو الحكايات، والميه بما لها من اهميه طوال العام، لكن في شهر رمضان بيبقى لها طعم خاص، اكيد كلنا بنعرف ده ساعه الفطار. طبعا الازبله طبعا كانت ليها كذا وظيفه، بمعنى اكيد السبيل يبقى هيفتح في الايام العاديه من الصبح، اكيد في رمضان مش هيفتح عشان الناس هتبقى صايمه، فكان سبيل عبد الرحمن كتخودة من الازبله اللي هي بتفتح بعد اذان المغرب بعد لحظه. اختلفت توقيتات فتح وتشغيل الأزبلة بشكل عام من فترة لأخرى. على سبيل المثال احنا في رمضان صعب جدا ان السبيل يفتح ميه للصبح، الناس هتبقى صايمة، وبالتالي بدأ يفتح أبوابه عبد الرحمن أو شبابيك عبد الرحمن كتخودة بتيجي طبعا بعد الفطار. ولازم ما ننساش حاجة مهمة جدا، ان يعلو السبيل دائما وأبدا في العمارة الإسلامية ما يسمى بالكتاب، وده سؤال بيراود ذهن ناس كتير قوي المشاهدين والناس كتير قوي المتخصصة في المجال ده. لماذا المعمار المسلم ربط دائما ما بين الأزبلة والكتاتيب؟ وهو باختصار دي رحلة علم وحياة، وكأنها رسالة لينا والأجيال اللي جاية إن زي ما أنت محتاج للمية لكي تعيش، فبدون المية غذاء البدن فغذاء العقل والروح، فأنت بدون علم أيضا في أمة أقرأ فأنت ميت حتى لو بين الأمم عايش. فدي العلاقة دايما ما بين الأزبلة والكتاتيب. والكتاب طبعا في رمضان كان بيفتح أبوابه بعد الفطار برضو، وكان بيبقى مختص بأيتام فقراء الحي. يعني الكتاب كان بيعالج ظواهر اجتماعيه جميله جدا، وعشان كده الفتره دي كان صعب جدا نجد ما يسمى باطفال الشوارع، وكان بيهتم بيهم عن طريق تعيين مؤدب وعريف. العريف ده الشخص اللي في الكتاب اللي هو بيعلمهم القراءه والكتابه وتحسين الخط والتربيه الفنيه والحاجات دي. اما المؤدب فده كان زرع القيم والاخلاق النبيله الخاصه بالحضاره الاسلاميه في نفوس الاطفال من صغرهم، وده اللي طلع الناشئ كان مهتم جدا. فالمؤدب والعريف هو اختصار لمسمى معروف عندنا هي وزاره التربيه والتعليم، ودي طبعا كانت سر من اسرار كتاب عبد الرحمن كتخودة. سبيل عبد الرحمن كتخودة التقينا بضيوفنا من فرنسا داخل السبيل. يا ترى ايه انطباعهم
عن المكان شارع المعز والسبيل. كل ده هنعرفه من خلال لقائنا. بونجور. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît. Coralie. Et toi? Janse. Okay, nice to meet you here. So I'd like to know votre impression avec la rue. Avec la rue ici ou le Caire en règle? Caire. Caire, magnifique, très riche et par rapport à moi, ma propre vie, ma propre culture, un choc culturel. Oui. Bah, pareil, il y a beaucoup d'histoires et ça change de la France. Quel âge? 13 ans. So what about this place, la rue? Là, ça se voit que c'est ancien et que il y a beaucoup de boutiques et c'est étroit aussi. C'est magnifique, on a la chance d'avoir une guide donc, qui nous explique plein de choses très 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 intéressantes, on en apprend beaucoup, une grande ouverture, un bel accueil et très riche et ça nous en met plein les yeux, vraiment. Très intéressant, pourquoi? Pour la culture, pour le patrimoine, voilà, depuis quelques jours on visite les musées, les tombeaux, les pyramides et donc on en apprend beaucoup sur les pharaons, mais tout, c'est très très riche, c'est vraiment incroyable et ça donne envie d'en savoir plus. C'est vraiment très intéressant. Votre impression avec les pyramides? Les pyramides, c'était grand et majestueux. Après, on a plus l'impression que c'est dans le désert complet, mais en fait, non, c'est plus proche de la ville. Et... Sinon, ouais, c'était beau, grand surtout, et il y a beaucoup d'histoires là-bas. Quel dit pour votre ami avec l'Égypte? C'était grand. Grand. Ouais. Pareil, que ça change de la France, qu'on y mène une vie complètement différente. Et à visiter vraiment pour la richesse, pour le fait de se rendre compte qu'il y a tellement de modes de vie différents, un bel accueil très chaleureux, très, très humain et que oui, au moins une fois dans sa vie, il faut venir au Caire. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à vous. Merci. سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدة بالتأكيد يقع في قلب شارع المعز. سبيل متميز جدا في طرازه المعماري، هنعرف عنه أكتر وهنعرف حكاياته هذا الأثر العريق من خلال لقائنا مع دكتور أحمد عبد الفتاح وهو عضو في اتحاد المؤرخين العرب. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين وبرنامج حكايات وآثار القناة الثانية. سبيل الأمير عبد الرحمن كتخدة يعتبر من أهم الآثار الإسلامية اللي موجودة في شارع المعز. هذا السبيل بيقع عند تقاطع شارع التنبشكية مع شارع المعز. التنبشكية دي طبعا يعني نسبة لتجار التنباك اللي هي أو اللي هو تاجر التبغ في العصر العثماني. الأمير عبد الرحمن كتخدة أشهر البنائين في مصر خلال العصر العثماني، ليه أكتر من منشأة. هذا الأمير عرف عنه يعني في المصادر التاريخية بناء العديد من الأسبلة والكتاتيب والمساجد. هذا الأمير إسهاماته كبيرة جدا في الفترة العثمانية. هذا الأمير له العديد من الإسهامات في تجديد المشاهد الحسينية، المشهد النفيسي، السيدة نفيسة، السيدة رقية، السيدة عتيكة، غيرها من المشاهد. هذا الأمير ليه بصمة كبيرة جدا على
المساجد في مصر بصفة خاصة. هذا الأمير اللي ساعده في قصة البناء والتشييد خلال العصر العثماني، الثروة اللي ورثها عن أبيه حسن كتخدة، هذه الثروة أنفقها في خدمة العمارة الإسلامية وفي التشييد بقى العديد من المنشآت، سواء كانت منشآت مدنية، منشآت دينية، منشآت خيرية، وده اللي تمتعت به القاهرة خلال هذه الفترة. الأمير عبد الرحمن كتخدة له أكثر من سبيل. احنا النهاردة في شارع التنبوشكية، تقاطع شارع التنبوشكية مع شارع المعز، السبيل الشهير اللي موجود في هذا الشارع ده أثر مهم جدا. وهذا الأثر مش الوحيد اللي موجود في شارع المعز اللي بينسب لهذا الأمير. هذا الأمير له سبيل آخر عند باب النصر وملحق به حوض لسقي الدواب. هذا الأمير عندما شرع في بناء هذا السبيل يعني استمد الطراز المملوكي اللي كان سائد في هذه الفترة أو في هذه المرحلة، بحيث ان برضه شارع المعز ده متحف مفتوح بالنسبة للمرة وبالنسبة لعامة الناس. هذا الشارع بيعج بالآثار الإسلامية، سواء كانت فاطمية، أيوبية، مملوكية، عثمانية. هذا السبيل بيتفرد ان هو جمع ما بين الطرازين، المملوكي والطراز العثماني. السبيل في الدور الأرضي، الطابق الثاني عندنا الكتاب، وهذا الكتاب كان مخصص لتعليم أيتام المسلمين القراءة والكتابة. ما كانش في وقتها حاجة اسمها مدارس نظامية، ما كانش في وقتها مدارس لتعليم الحكومي كما هو معهود الآن أو كما هو سائر الآن. كان اللي بيقوم بالوظيفة دي في آنذاك أو في هذه الفترة كانت الكتاتيب اللي كانت بيتم إنشائها، واللي كان بيتسابق الأمراء والسلاطين في إنشاء العديد من الكتاتيب لكي يعني تكون منارة للتنوير والعلم والثقافة في هذه الفترة وفي هذه المرحلة. وكانت بتعلم أيتام المسلمين، وكانت هذه الكتاتيب بتزود الطلاب بأجر شهري، وكانت بتقدم لهم الطعام وغير ذلك من الأدوات اللي الطالب كان بيحتاجها أو التلميذ كان بيحتاجها في هذه الفترة أو في هذه المرحلة. وده كان ليه دور كبير جدا في الحالة اللي هي الحالة التنويرية اللي كانت بتعج بها القاهرة. احنا بنتكلم الفترة دي كانت تعتبر فترة كلها صراعات وفترة كلها اضطرابات وفترة يعني مش سهلة بالنسبة للشعب المصري. احنا بنتكلم فترة علي بيك الكبير، اللي هو احنا بنتكلم برضو ان السبيل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، هذا السبيل تم انشاؤه عام 1157 هجرية، ميلادي 1744 ميلادية. فاحنا بنتكلم دي كانت فترة فاصلة، اللي هو الفترة دي اللي سلمتنا في النهاية للحملة الفرنسية او الغزو الفرنسي. فاحنا بنتكلم ان هذه المنشآت كان لها دور تنويري وكان لها دور خيري كبير جدا، وهذا الامير لم يبخل على هذه المنشأة. أبرز ما يميز هذه المنشأة كسبيل مقارنة بالأسبرة السبيل طبعا بيقدم خدمة خيرية مهمة جدا لعموم الناس وتقرب الله عز وجل. السبيل ده بيتميز ان هو بيطل على 3 وجهات. الواجهة اللي فيها المدخل دي بتسمى الواجهة الجنوبية الشرقية، في عندنا كمان الواجهة الجنوبية الغربية، في عندنا الواجهة الشمالية الغربية. دي الواجهات اللي بيطل عليها السبيل. السبيل بيتم الدخول إليه من خلال المدخل اللي بيقع في الواجهة الجنوبية الشرقية. بيتوسط المدخل عندنا باب خشبي. فوق المدخل في عندنا نص تأسيسي باسم هذا الأمير واسم المنشئ وتاريخ إنشاء المكان 1157 هجرية 1744 ميلادية. في عندنا أيضا العديد من الكتابات، في عندنا دائرة بتحتوي على أسماء أصحاب الكهف، في عندنا العديد من الأبيات الشعرية اللي موجودة. بيتم الدخول إلى من المدخل إلى دورها بسيطة. هذه الدورها بتسلمنا إلى 3 أبواب. في الباب اللي هو في وجه المدخل ده بيبقى يعني بيسلمنا السلم. هذا السلم ما يتم الصعود من خلاله للكتاب. الباب اللي هو على اليسار ده بيطل على حجرة التسبيل، بيتم الدخول من خلال هذا الباب لحجرة التسبيل. حجرة مستطيلة الشكل، هذه الحجرة مزودة ب3 شبابيك للتسبيل، وهذه الشبابيك كل شباك من هذه الشبابيك مزود بحوض لتقديم الماء للمارة ولعامة الناس. والجميل والغريب واللي مش موجود في العمارة الإسلامية إلا في هذا السبيل إن هذا السبيل مزود بدرابزين لحماية الأطفال أثناء شرب الماء. والشبابيك نفسها يعني فيها طراز هندسي وطراز فني إسلامي فريد. هذا الطراز مش موجود في أي مكان تاني في العمارة الإسلامية. لو اتكلمنا عن أهم المقتنيات داخل السبيل، واحنا شايفين إن في تحف فنية تنتمي للعصر الإسلامي ومكتبة أيضا.
السبيل بيتمتع بأهمية كبيرة جدا. السبيل يعني جدران السبيل نفسها يعني تفرد بيها هذا المكان ان هو طبعا تم جلب القاشاني والرخام الملون الازرق، وده مش موجود في اي مبنى في العماره الاسلاميه او في اي اثر في العماره الاسلاميه الا في هذا السبيل. وفي عندنا الجامع الازرق في الدرب الاحمر. ولكن هذا السبيل احنا بنتكلم على الفتره العثمانيه. هذا السبيل هو السبيل الوحيد اللي تم جلب القيشاني والبلاط الملون او الرخام الملون. السبيل كمان بيتمتع او بيتفرد بلوحة للحرم المكي الشريف. احنا بنتكلم عام 1744 ميلادية اللي هو 1157 هجرية. احنا بنتكلم الفترة دي يعني ما كانش فيه فن التصوير اللي هو المعتاد حاليا، ولكن احنا وجدنا ان في عندنا لوحة من القيشاني بتصور الكعبة المشرفة وبتصور الحرم المكي يعني في ذلك الوقت. فدي تعتبر برضو تفرد كبير جدا مش موجود في اي مكان تاني في العمارة الاسلامية. في عندنا بعض الايات الكريمة زي انك على كل شيء قدير. في عندنا بعض الادعية، بعض الكتابات الاسلامية، بعض الكتابات وبعض الزخارف النباتية والحيوانية موجودة عندنا داخل السبيل. دي كلها بتدي تفرد للمكان، ودي بتحاول بقدر الامكان ان هي تكون عامل جذب بالنسبه للسائح العربي او السائح المسلم او السائح من كل بقاع الارض ان هو يجي يشوف عظمه العماره الاسلاميه. وهذا السبيل بيدل على ان العماره بلغت في هذه الفتره ازهى عصورها، لما نجد ان السبيل بيستمد الطراز المملوكي وفي نفس الوقت هذا السبيل انشئ في العصر العثماني ولكن بنفس التصميم او بنفس الشكل تقريبا. ولكن الوظيفه كانت طبعا مستمره خلال الفتره الاسلاميه كلها. احنا بنتكلم حتى مطلع العصر الحديث لحد ما تم توصيل المياه الى المنازل عبر المواسير. كانت السبيل كان بيقوم بوظيفه سقي الماء للمره والوافدين من مختلف بقاع الارض اللي اتوا الى مصر، وكانوا طبعا بيمروا من خلال هذا الشارع الرئيسي. ولا ننسى ان هذا الشارع كان بيعتبر من اهم الشوارع في القاهره الفاطميه والقاهره المملوكيه. حلقتنا النهارده عن سبيل عبد الرحمن كتخدة، لكن حكايتنا لن تنتهي ابدا، دايما على وعد بحكايات جديده واثار. الى اللقاء وحلقه جديده.